ورشة شغل عمولة. إطار بتحط فيه مثلا جنيه، ربع جنيه، نص جنيه. ده شغل عمولة. ده ده دهب طبعا، ده شغل عمولة. في عندنا دهب جديد، في عندنا دهب مستعمل. دلوقتي مثلا معانا دبلة عايزة مثلا تتوسع، فاحنا بنشوفها الأول مقاس اللي هي عايزة تتوسع، يعني مقاس كام نمرة. بنشتغل على حاجة اسمها مكبس، بنحطها وبنشتغل كده. في ده بقى كده، المكبس فيه مقاسات. في مقاسات معاكي بقى مقاسات. احنا بس هو كل الموضوع دبلة بتتوسع على المكبس. احنا بنعرف المقاس بس المطلوب ايه ونشتغل عليه، ما اتعلمتي بتشتغليش بقى بيها. الخطوات دي كلها؟ سهلة، ما هو مكبس، خطوات مكبس. بالممارسة بقى، ما انت شايفة حد قدامك جوزك بيشتغل، بقالك بيتعامل. 17 سنة. هو بيشتغل بيجي يقول لي مثلا انا عملت كذا، باجي اقعد معاه في المحل. لكن الفكرة كفكرة ان انا آه، امتهن المهنة دي كانت من قريب، يعني مش من زمن بعيد. بس الحمد لله لقيت في قبول، لقيت في تشجيع من الناس، دي اهم حاجة، ومحبة الناس كمان دي حاجة تانية خالص. فالحمد لله يعني. شغل عمولة مثلا، ده شغل ورشة شغل عمولة. إطار بتحط فيه مثلا جنيه، ربع جنيه، نص جنيه. ده شغل عمولة. ده ده دهب طبعا، ده شغل عمولة. في عندنا دهب جديد، في عندنا دهب مستعمل. في كل حاجة بما يعني انك تعرفي الورشة. كل حاجة، يعني انت ممكن الذهب تعرفي ان هو، لو عايزة تنصحي حد يعرف الذهب ده فالصو ولا حقيقي ازاي؟ هي ما تعرفش، مش هتعرف لوحدها. بس هو بتيجي عندنا بنكشف عليه، وطبعا مع الخبرة بتعرفي بالنظر، بتعرفي إذا كان ده دهب أو لأ، بتعرفي إذا كان ده دهب ولا دهب صيني أو اكسسوارز. بتبقى أنت عارفة من الخبرة. لكن هي كحد عادي مثلا لقى حاجة مثلا هو ماشي، أو حاجة عنده مش عارفها، لا طبعا مش هيعرف، لازم إنه يروح الورشة أو يجي الورشة يكشف عليها يشوف دي دهب ولا لأ.